الطاقية دي مش حاجة حلوة للعيال. الطاقية دي مش بتحمي ابنك من التعب، بالعكس، ده الطاقية دي ممكن تكون سبب لتعب ابنك. ازاي يا دكتور؟ ده بينزلوا الصبح الدنيا بتبقى ساعة قوي. حلو الكلام. بمجرد ما بيروح المدرسة بيعمل ايه؟ شال الطاقية، شوية هوا جم على المكان اللي انت مدفياه، لقط نازلة. والنازلة ما بتجيش بسبب السقعة، النازلة بتيجي من تقلبات الجو ده. انتوا ما بتسألوش نفسكم ليه الأطفال بتتعب أكتر في شهر 11 و12؟ عشان تقلبات الجو. طب في شهر 1 و2 الدنيا بتمشي مستقرة والعيادات عندنا بتبقى فاضية والله. ليه؟ لأن الشتاء ثابتة، مفيش تقلبات في الجو، فبالتالي مش هيتعب. الناس اللي في الإسكيمو على طول عندهم تلج وما بيتعبوش. لكن هنا شوية صيف شوية شتاء، دخلت الشتاء ودخلت الصيف، هو دي المواسم اللي بيتعب فيها العيال. فبلاش طوائي، عشان دي حاجة ممكن تضر عيالك. وحتى الأطفال الرضع برضو بلاش طاقية، لأنك عمرك ما هتقدري تحافظي عليها 24 ساعة لابسها، فبالتالي هيحصل نفس القصة اللي كنت بحكي لك عليها من شوية. فبلاش الطوائي.